السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا هنتابع مع حضراتكم شوية أخبار مهمة هتعجبكم وكمان مختصرة وعلى السريع. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري الممتاز بعد فوزه على فاركو، ليعزز الأهلي رقمه القياسي ب45 بطولة دوري في تاريخه، والدوري الثالث على التوالي. الأهلي اكتسح فاركو بثلاثية نظيفة في مباراة كانت عالمية من لاعبي الأهلي وجمهوره الرائع. وسام أبو علي يسجل سوبر هاتريك عالمي اليوم أمام فاركو، وأسيست معلول من أول لمسة. إمام عاشور ينفرد بصدارة هداف الدوري المصري الممتاز بعد تسجيله اليوم أمام فاركو. وسام أبو علي يفوز بجائزة رجل المباراة، سجل سوبر هاتريك وصنع هدف لحسين الشحات. شوبير أحمد رمضان بيكام إعارة للأهلي لمدة سنة. خالد عبد الفتاح ينضم من نادي سيراميكا كليوباترا، ويقترب كريم نيدفيد الانضمام لسيراميكا كليوباترا. أنهى أليو ديانج وتريزيجيه وحمدي فتحي إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا اليوم استعدادا لكأس العالم للأندية. لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أكدت أن أليو ديانج باقي الموسم الجديد، وعقده ممتد مع النادي حتى 2027. سبورت رغم تراجع التوقعات بشأن انضمام كريستيانو رونالدو إلى الأهلي المصري، إلا أن أنجح نادي في أفريقيا سيشكل منصة قوية للنجم البرتغالي لمواصلة التنافس على أعلى المستويات. صحيفة سبورت الكتالونية: الأهلي يبقى وجهة محتملة لرونالدو حال رغبته في المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 كونه النادي الأفضل في إفريقيا. هدف عمر مرموش الرائع أمام بورتموث ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. خوسيه ريفيرو سيظهر غدا بشكل رسمي في النادي الأهلي ومعه جهازه المعاون، كما سيتم الإعلان عن صفقة بن رمضان بعد انتهاء الكشف الطبي. الأهلي سيعلن أيضا عن زي الفريق للموسم الجديد استعدادا للمشاركة به بكأس العالم للأندية. الصحفي أحمد عبد الباسط: يوم 1/6 القادم الأهلي يعلن عن أكبر عقد رعاية في تاريخه وفي تاريخ كل الأندية المصرية. التعاقد هيكون للرعاية وللبث، وسيصل إلى 2.5 مليار كحد أدنى. الصحفي محمود شوقي: عقد الرعاية الجديد للأهلي سيكون بقيمة 2 مليار وربع. العقد القديم كان 1.9 مليار، ويوم 29 القادم سيصل للأهلي 1.5 مليون دولار، أول دفعة من مكافأة المشاركة في كأس العالم. أمير هشام عبر برنامج بلس 90: الأهلي يتواصل رسميا مع إدارة البنك الأهلي للتعاقد مع المدافع محمود صابر الجزار، الذي يعتبره الأهلي من أفضل المدافعين
في الدوري المصري. محمود شوقي خوسيه ريفيرو اتفق مع إدارة الأهلي على التعاقد مع مدافع جديد قبل كأس العالم للأندية، وزين الدين بالعيد أهلاوي بشرط زيادة عدد الأجانب، والأهلي مخلص مع اللاعب كل حاجة، يتبقى فقط زيادة عدد الأجانب، وده اللي الأهلي هيتكلم فيه مع اتحاد الكرة يوم 2 يونيو. والكابتن محمود الخطيب واخد عهد من هاني أبو ريدة بزيادة عدد الأجانب. الصحفي أحمد عبد الباسط: هناك اقتراح بزيادة عدد الأجانب ل6 أجانب للأهلي فقط بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وبعد البطولة يمشيه. إبراهيم فايق: هل هناك نية لتأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز؟ أحمد عبد الباسط: مباراة نهائي الكأس ستكون يوم الوقفة، ولذلك سيتم تأجيل المباراة لتقام في 9:30 مساء بدلا من 8 مساء. بلس 90: النادي الأهلي يتجه لإعارة محمد عبد الله جناح الفريق الشاب خلال الموسم المقبل من أجل اكتساب الخبرات والاحتكاك اللازم في بطولة الدوري المصري. من الوارد أن يدخل عبد الله ضمن أحد صفقات الأهلي في الصيف الجاري، ويكون انتقاله على سبيل الإعارة. الأهلي يرى أن عبد الله خامة واعدة، ولا بد أن يكتسب الخبرات المطلوبة من أجل الاستفادة منه مستقبلا. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس أمرا، تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة عاشق الكيان، في كل مكان وزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.